إن قلوب العباد إذا ابتعدت عن الموعظة ماتت أو قست، فالقلوب الميتة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، والقلوب القاسية هي قلوب مريضة، وهي بعيدة من الله رب العالمين. روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عيسى عليه السلام كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، أي مبتلى بالذنوب ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. هذا الحديث رواه كذلك الإمام الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث في موطأ الإمام مالك عن عيسى عليه السلام، وعند الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث عند الترمذي ضعفه أغلب أهل العلم، ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن هذا الحديث خرج من مشكاة النبوة، وعلامات الصدق عليه واضحة، سواء كان من كلام عيسى عليه السلام أو من كلام أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث يدلنا على أمر عظيم، وهو أن أبعد الناس من الله رب العالمين هو القلب القاسي، ولذلك ينبغي علينا أن نلين هذا القلب، وذلك بالموعظة والذكرى. فمن ترك الموعظة 3 أسابيع لا بد أن يقسو قلبه. من ترك الموعظة 3 أسابيع لا بد أن يقسو قلبه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع متهاونا بها طبع الله على قلبه. وخطبة الجمعة موعظة وتذكرة. من ترك 3 جمع متهاونا بها أي عمدا من غير عذر طبع الله على قلبه، بمعنى أغلق عليه أبواب الخير وجعل قلبه كقلب المنافق، نسأل الله السلامة. فاعلموا يا عباد الله أن الناس مع الموعظة على 4 أقسام. فالقسم الأول يفرون من الموعظة ولا يحبون سماع الموعظة. يقول الله تبارك وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، يعرضون عن التذكرة، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقيل قسورة بمعنى الأسد. فالله رب العالمين يشبه الذي يفر من الموعظة كالحمر التي تفر من الأسد. القسم الثاني مع الموعظة هم الذين يسمعون الموعظة وتصل الموعظة إلى آذانهم، ولكن آذانهم لا توصلها إلى قلوبهم، وهؤلاء هم المنافقون، كما قال ربنا سبحانه: ومنهم من يستمع إليك، أي يا محمد، من الناس من يستمع إليك، من الناس من يظهر إسلامه ويصلي وراءك، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أي يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. القسم الثالث مع الموعظة، وهم الذين ينظرون إلى القائل، فإذا كان القائل من أهل الجاه، إذا كان القائل من جماعتهم مثلا فيقبلون الموعظة، وإذا قام غيره تركوه ولا يسمعون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين هنا مكة والطائف، كأنهم يقولون لماذا لم ينزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن على رجل عظيم من مكة أو الطائف؟ وقيل لماذا لم ينزل ربنا سبحانه وتعالى هذا القرآن على الوليد بن المغيرة مثلا، أو على عروة بن مسعود الثقفي؟ فقال الله تبارك وتعالى بعدها: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فالله رب العالمين يعز من يشاء ويذل من يشاء. أما القسم الأخير وهم أهل الإيمان وأهل التقوى، هم الذين يأخذون القول من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظرون إلى القائل. يقول الله تبارك وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول، ينظرون إلى القائل؟ لا، فيتبعون أحسنه، يتبعون الكتاب والسنة. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، إمام المتقين. اعلموا يا عباد الله أنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع. فإن كثيرا من الناس أصاب أعينهم القحط من الدمع، كثير من الناس أصاب أعينهم القحط من الدمع، وذلك بسبب قسوة القلب. قلب لا يتأثر بذكر الموت، قلب لا يتأثر بذكر الآخرة، بذكر أهوال يوم القيامة، بذكر الجنة والنار، العذاب والنعيم. قلب لا يتأثر بذكر الله رب العالمين. عين تبكي لأجل الدنيا ولا تبكي لأجل الله رب العالمين. قلوب معلقة بالدنيا، أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقته. أفي دار الخراب، هذه الدنيا هي دار الخراب، الدار الفانية. من علق قلبه بهذه الدنيا أفسدت عليه آخرته. من علق قلبه بهذه الدنيا، هذه الدنيا تجعل آخرتك خرابا. أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقت.
وما تركت لك الأيام عذرا، لقد وعظتك لكن ما اتعظت. تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت، وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت، وتعلم أنه سفر بعيد، وتعلم أنه سفر بعيد في هذه الدنيا، سفر بعيد، وتعلم أنه سفر بعيد. وعن إعداد زاد قد غفلت، تنام وطالب الأيام ساع، وراءك لا ينام فكيف نمت. وهو الموت، الموت لا ينام، ألا ترى في كل لحظة يموت إنسان؟ تنام وطالب الأيام ساع وراءك، فأنت تجري وراء الدنيا والموت يجري وراءك، ولن تنال من الدنيا إلا ما كتبه الله لك. ومما كتبه الله عليك كل نفس ذائقة الموت. تنام وطالب الأيام ساع، وراءك لا ينام فكيف نمت. معائب هذه الدنيا كثير، وأنت على محبتها طبعت. يضيع العمر في لعب ولهو، ولو أعطيت عقلا ما لعبت. فماذا بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.